حضن البكاء لله ساعة فكون كل اللي بك يقول يا ربنا محكوم. الله الله درويش درويش أنا سايب إيدهم ما تسيبنيش، أنا كل ما أحبك كل ما أعيش، وأنت اللي مكان الكل أولاد، والروح بتروح جوا الملكوت من غير ما ياخدها ملاك الموت، والحد الحد المسموح بيه تسرح وتلف بإذن الله. أنا مش محتاج منك غيرك، أنا مش محتاج من غيرك شيء، أنا مش محتاج منك غيرك، أنا مش محتاج من غيرك شيء. رسيم كان مكتوب لارسى، أنا لسه بدور على فرصة، أنا لسه في ألف طريق والطريق، أنا لسه في ألف طريق والطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبي وسيدي طه الأمين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. كيف حالكم أحباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ امتى هنتغير؟ انت امتى هتتغير؟ يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. هو امتى حضرتك وحضرتك هتتغير؟ مستني ايه؟ مستني حاجة؟ مستني ايه؟ مستني غيرك يتغير؟ مستني ابوك يتغير؟ مستني البلد تتغير؟ مستني لما تتجوز؟ مستني طب لما تخلف؟ مستني ايه؟ امتى هتاخد كده نفس عميق وتراجع نفسك مرة تانية وتقول في اللحظة دي أنا هتغير؟ ما زهقتش من المعاصي؟ ما زهقتش من البص على البنات؟ ما زهقتيش من اللبس الضيق؟ مستمتعة قوي وانتي ماشية ولابسة ضيق والناس بتبص عليكي وبتتكلم وبيقولوا على أهلك وعليكي انتي فاكرة ايه يعني؟ انتي فاكرة لما بيجي شاب يقولك انتي جميل وقمر والكلام المعسول اللي بيتقال ده خلاص انتي كده بقيتي حاجة يعني؟ فاكرة ان هو مش بيقول اي حاجة تانية من ورا ظهرك؟ تشبعي رغبتك ولا رغبة الآخرين؟ مستنية ايه؟ طب انتي بترضي مين؟ ربنا ولا الناس ولا أهلك ولا غرورك ولا رغباتك ولا نفسك ولا ايه؟ مستنية ايه؟ هو انتي ليه مش بتصلي؟ ايه اللي بيعطلك عن الصلاة؟ الميك اب؟ الشغل؟ البيت؟ طب الأولاد؟ طب ايه بالظبط؟ مستنية ايه؟ طب وانت ليه بعيد قوي كده عن ربنا؟ عشان في ناس أساءت لله أو للدين أو للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء هما مسلمين أو غير مسلمين؟ علشان في ناس كرهتك في التدين والالتزام؟ طب انت شايف ان ده حاجة مقنعة؟ طب هو انت هتتحاسب لوحدك ولا صاحبك ده هيجي معاك في قبرك؟ ولا الناس اللي انت بتتكلم عنهم دول هيجوا معاك؟ هتتحاسب لوحدك صح؟ طب انت مستني ايه؟ امتى هتتغير؟ نفسي حد يقول لي امتى هنتغير. حجج، مبررات، شماعات بنعلق عليها جميع السلبيات بتاعتنا، جميع الحجج بتاعتنا، مش عارفين امتى هنتغير. التفكير في التغيير هو بداية التغيير، ولما تبدأ تتغير هتبدأ تحس ان الحياة بتاعتك ليها معنى، وهتحس انك مش عايش كده وخلاص، وهتحس انك بني ادم بجد،
لما تتغير ويبدأ كده وتبدأ تفكر ان انا النهاردة هتغير وهكون انسان تاني، وهكون بقى انسان خلوق وهتخلق بأخلاق سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكون حد تاني خالص وهعمل اعمال خير وهقرب من ربنا سبحانه وتعالى. انا عارفة وانت عارف واحنا عارفين كلنا ان احنا عايشين في دنيا مش جنة، وعايشين في فتن عظيمة وكبيرة وكثيرة جدا. والفتن دي على فكرة بتيجي للمتدينين اكتر ما بتيجي لغير المتدينين، لان كل ما الانسان بيقرب من ربنا اكتر كل ما الفتن بتجيله حواليه اكتر عشان توقعه وعشان تضيعه. بس انت عارف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: القابض على دينه كالقابض على الجمر. على الجمر، كلمة قوية قوي. القابض على دينه كالقابض على الجمر، صلى الله عليه وسلم. انت عارف لما تتمسك بلحيتك النهاردة قد ايه سيدنا النبي هيبقى فرحان بيك يوم القيامة؟ ياه، هيقول هو ده حبيبي من امتي اللي في عز الفتن وعز الشهوات وعز الحياة القاسية اتمسك بلحيته عشاني، ما ضعفش ما بعدش. انتي عارفة لما تتمسكي بحجابك وتلبسي واسع بقى وتتغيري الله هتبقي حلوة قوي على فكرة، هيبقى شكل جميل قوي عند ربنا قبل الناس. ربنا هيفرح بتوبتك وهيفرح بيكي قوي، لان ربنا بيفرح بتوبة العبد، وربنا اللي قال كده. انت عارف لما تبدأ كده تقرب من ربنا، هو انت اصلا خايف ليه انك تقرب من ربنا؟ في ناس خايفين يا جماعة ان هم يقربوا منه، لحسن يقولوا عليه شيخ، ولا يقولوا عليه ده تبع الاخوان، ولا يقولوا عليه ده تبع فلان ولا علان. انت مالك؟ انت تبع ايه؟ انت تابع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى خلاص انتهت. مالكش دعوه بالكلام بقى في سياسه واللي بيقولوا واللي بيعيدوا، ومالكش دعوه بقى ان الناس تقول حتى لو تبع اي حاجه تانية ايا كان. ايا كان التفرقه دي هي اللي ضيعتنا يا جماعه، والخلاف مش الاختلاف هو اللي ضيعنا. التفرقه اللي احنا بنعملها في الدين وفي السياسه هي اللي ضيعتنا. احنا نقول ده اخواني، اصل ده سلفي، اصل ده صوفي، اصل ده بهائي. كل الفرق والجماعات سواء دينيه او سياسيه واللي فرقتنا عن بعض كأمة محمدية سنية واحدة هي اللي ضيعتنا دينيا وسياسيا واجتماعيا ومجتمعيا. فبلاش بقى قلنا وعدنا، وبلاش التفرقة ديت. خلينا نتوحد، خلينا كلنا احنا مسلمين موحدين بالله سبحانه وتعالى، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. بلاش أنا إيه وأنا إيه وأنت إيه والكلام ده كله. إمتى هتتغير؟ إمتى هتتغير؟ لما تموت؟ إمتى هتتغير؟ فاضل من عمرك قد إيه؟ حتى لو أنت صغير، الموت ده بيجي في أي وقت على فكرة، بيجي كتير للصغيرين قبل الكبار في أي لحظة وفي أي وقت. فأنت مستني إيه؟ التغيير هيخلي لحياتك معنى، صدقني. التغيير هيتخلي لحياتك معنى جميل ومعنى تاني خالص، خصيصا لما يكون التغيير ده للأفضل وللأحسن ويكون لربنا سبحانه وتعالى. مالكش دعوة بحد، مالكيش دعوة بكلام حد. اللي يقول يقول، انت مالك؟ يقولوا متشددة، يقولوا معقدة، يقولوا تبع حد، يقولوا تبع مالكيش دعوة بحد. خليكي مع ربنا. ربنا أغلى شيء في الكون عندك. انت بتعملي كده عشان ربنا. انت لما بتتحجبي مش بتتحجبي عشان الناس، انت بتتحجبي عشان ربنا سبحانه وتعالى قالك تحجبي. انت لما تصومي وتصلي ما بتصليش وبتصومي عشان حد، انت بتصلي وتصومي عشان ربنا قالك كده، وربنا خلقك عشان كده. انت لما بتقرب ربنا وتربي لحيتك مثلا، او تدخل الجامعه وتصلي، او تدعو الناس، او تقرا في القران، او تدرس شيء في الدين، انت بتعمل ده كله عشان تعرف ربنا، عشان تقرب من ربنا، عشان ربنا. ربنا ولا الناس؟ ربنا يا جماعه ولا الناس؟ بقينا بنهتم قوي على فكره بكلام الناس اكتر ما بنهتم بكلام ربنا. حاجه تكسف قوي، والله العظيم حاجه تكسف. بقينا بنهتم بكلام الناس اكتر ما بنهتم بكلام ربنا. انا عايزه حضرتك النهارده تتغير بجد، وتتغيري بجد. حط لنفسك هدف وامشي عليه عشان تبقى انسان ناجح، انسان متميز، انسان كويس. ابدا بقى غير اصحابك لاصحاب احسن. ابدا غير كده من جواك.
هتقع وهترجع تاني، هتقع وهترجع تاني، كلنا كده. بس المهم في كل مرة يبقى نيتك فيها التغيير. صلى الله عليه وسلم قيل لأصحابه: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. أكثروا من قول لا إله إلا الله. فجدد من نيتك ومن إيمانك. أنت ليه محبط؟ أنت ليه عندك يأس؟ أنت ليه حزينة قوي كده؟ اتغير، ابدأ حياة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى قبل مع أي حد. ابدأ مع ربنا، هتلاقي الحياة جميلة مهما فيها من مشاكل ومهما فيها من تعب ومشقة وعناء. هي الحياة كده، لأنها دنيا، والدنيا فانية. هي مش جنة، هي جنة بالإيمان، هي جنة بالقرب من الرحمن، وهي شقاء وعذاب من البعد عن الله سبحانه وتعالى. فما تيأس مهما بلغت ذنوبك عنان الأرض والسماء وتبت ورجعت إلى الله، ما تيأس. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميعا، حط تحتها من خط. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إياك تيأس من رحمة الله. اوعى حد يجي يقولك انت ما بتتوبش، انت مش هتتوب، انت ربنا مش هيغفر لك. اوعى تسمع له. فاكرين اللي قتل 100 نفس؟ قتلها عشان راح لواحد كان هو قاتل 99. راح لواحد قال له انت ربنا هيغفر لك؟ انت في يعني من الاخر في حاجه في مخك يعني ولا ايه؟ راح قال له: طيب طالما ربنا مش هيغفر لي وماليش اي توبه، طب تعالى بقى تيك. راح قتله بقى 100. لغايه طبعا لما تاب. وربنا مستحيل حد يقفل عليك باب التوبه، مستحيل. ما تسمعش ان الناس دي خالص اللي يأسك ويرجعك لورا في حياتك، في قربك من ربنا سبحانه وتعالى، في تدينك، في التزامك، في قربك من الله، في حجابك، في نقابك، في اي حاجه من دي. ما تسمع لهمش خالص. سد ودنك عنهم، ابتعد عنهم خالص. والله السعاده يا جماعه، اقسم بالله السعاده مش في البعد عن الله. مالكش دعوه بكلام الناس اللي هيضيعك. مالكيش دعوه باي حد يقولك انت فلانه، انت تبع فلان، انت تبع علان، انت فلان، انت مالكش دعوه. يكش انت ايه؟ انت المهم انت ايه مع ربنا. المهم انت ايه مع ربنا. الدين يسر وليس عسر. الدين حب، الدين رحمه، الدين حاجه جميله جدا. الدين مش زي ما داعش او غير داعش بتهيئوا لينا. الدين مش هو حتى الاخوان، ولا هو السلفيين، ولا هو بتنجان، ولا هو اي مسمى كان. الدين ربنا سبحانه وتعالى، مع احترامي طبعا لكل، انا اسفه طبعا، مع احترامي لكل الناس سواء بقى هم مسمياتهم ايه، مع احترامي لكل الناس، ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه سمانا المسلمين. انا ما اعرفش حاجه غير كده. احنا بنتبع السلف، احنا بنتبع السلف الصالح اللي هم مين تاريخيا؟ اللي هم الصحابه والتابعين وتابع التابعين. نحن طول عمرنا اتباعهم. احنا مش اتباع بشر، احنا اتباع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابه، ثم التابعين، ثم تابع التابعين، ثم يعني الصالحين. ده منهجنا، ده منهج المسلمين يا جماعه. بلاش مسميات عشان ما نتفرقش اكتر من كده. وبلاش تسمع لكلام حد يرجعك لورا، سواء في قربك من ربنا سبحانه وتعالى، سواء في هدفك اللي هو المفروض هدفك الاول والاخير هو رضا الله سبحانه وتعالى ورضا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، او سواء في هدفك المستقبلي، في هدفك في حياتك، في مستقبلك، في دراستك. حتى لو كان مين قدامك، لو كان مين قدامك، ما تسمعلوش. اللي هيرجعك لورا، اللي ياخدك لجهنم والعياذ بالله، اللي هيضيعك، اللي هيخليك فاشل، اللي هيعمل لا. انت تسمع لمين بقى؟ تسمعي حضرتك للي هيقدمك لقدام، اللي هياخد بايدك للجنه، اللي هتاخد بايدك للجنه، اللي هتقربك من ربنا سبحانه وتعالى، اللي هيقربك من الله عز وجل. اسمع الناس دي، اللي بيقول لك حاجه في مستقبلك تفيدك. اتذكر كده حاجه، كلمات عايزه اقولها لحضراتكم. واحد بيسرد وبيقول:
قال إني أتألم. فقال الله عز وجل في كتابه لا تقنطوا من رحمة الله. قال ليس عندي أحد. واحد بيشتكي بيقول أنا ليس عندي أحد، فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فواحد بيدعو ربنا بيقول قال اعتني أمل يا رب، فربنا في كتابه بيقول إيه؟ إن مع العسر يسرا. أو الأمل كله إن مع العسر يسرا. برضه بيقول إيه؟ قال كيف لأحلامي أن تتحقق؟ إزاي أحلامي وهدفي ده يتحقق؟ فقال سبحانه وتعالى في كتابه ادعوني أستجب لكم. أنا عايزة أقول من الكلام ده إيه؟ كل حاجة عندك. الناس اللي بتشتكي من الهم والحزن، عندك أحاديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. صح؟ في أدعية. ربنا سبحانه وتعالى في كتابي في كتير من الأدعية. الناس اللي بتشتكي من الألم ومن العذاب ومن اليأس لا تقنطوا من رحمة الله. الناس اللي بتشتكي اللي ما عندهاش حد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفي أحسن من ربنا يكون قريب منك؟ في أحسن من ربنا سبحانه وتعالى؟ الناس اللي مش عارفة إزاي أحلامها تتحقق ولا أملها ولا هدفها، ادعوني أستجب لكم. روح يا أخي صلي ركعتين وادعي ربنا وشوف ربنا هيعمل معاك إيه. ربنا عظيم قوي وكريم قوي، بس اللي قرب منه. هو في أحسن من ربنا؟ وانت خايف تقرب من ربنا عشان يتقال عنك ويتقال، ولا خايف تقرب من ربنا علشان الملذة اللي في الحرام دي هتروح منك يعني فانت خلاص مش قادر وخايف تقرب من ربنا؟ ولا خايفة تقربي من ربنا عشان انت عارفة كويس انك لو هتقربي من ربنا وتعرفي ربنا قالك الحجاب، وربنا قالك اللبس الواسع، وربنا قالك بلاش كذا وكذا، وانت يعني هتحرمي نفسك من كل ده؟ يا ستي هو ربنا سبحانه وتعالى ما قالكيش تحرمي نفسك من ده على طول، هو قالك بس بلاش حبيبتي، يعني بلاش انك تلبسي اللبس ده في الشارع، البسيه مع زوجك حلالك في بيتك. انا بشوف بنات والله العظيم انا مش عارفه هما بيلبسوا ازاي، مش عارفه الحياء، مش عندهم حياء. انا نفسي بتحرج لما انا بنت اهو بشوفها لابسه كده، بتحرج والله. وربنا يتوب عليها ويغفر لها. والله انا بحبك في الله، والله انا بحب كل الناس وبحب البنات وبحبهم كلهم، يعني انا مفيش جوايا حقد او اي حاجه ناحيتها، بس انا بغير عليها وببقى متضايقه عشانها وببقى خايفه عليها. لابسه لبس يعني والله في دلوقتي بنطلونات انا اسفه طالعه تتلبس، يعني بدل ما تتلبس المفروض في البيوت بتتلبس في الشارع، يعني بنطلونات شبه بنطلونات انا اسفه البيجامات وضيقه وحاجات كده غريبه. المفروض الحاجات دي بتتلبس في البيت اللي اعرفه او مع الزوج، لا هي بتتلبس في الشارع دلوقتي. ببقى عايزه اقول لها طب انت لابسه كده في الشارع، امال في البيت هتلبسي ايه؟ امال مع زوجك هتلبسي ايه؟ يعني قربوا من ربنا يا جماعه، محدش هينفعكم. قربوا من ربنا، والله ما حد هينفعك غير قربك من ربنا سبحانه وتعالى، غير قرآنك اللي حضرتك بعيد عنه وما بتقراهوش. انت قريت؟ طب انت قريت النهارده في كتاب ربنا؟ طب انت النهارده صليت؟ طب انت النهارده عملت ايه عشان دينك؟ انت هتتغير بقى، انت بقى هنفوق. كفايه. انا عايزه كلنا بعد الحلقه دي نبدا كده نفكر في نفسنا شويه وفي قربنا من ربنا وفي بعدنا عن ربنا، واحنا داخلين على شهر كريم، شهر رمضان، والحياه بتجري والعمر بيجري، ويا عالم مين هيموت النهارده ومين هيحيا النهارده. قربك من ربنا ومن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي هينفعك، والله ما حد هينفعك، ومالكش دعوه بحد. وبعيدها تاني وتالت ورابع ومليون، مالكش دعوه بحد، مالكيش دعوه بكلام الناس مش هينفعوكي. خليكي انت احسن عند الله عز وجل، قربي من ربنا. وتعالى نقول من النهارده ان اتغير حالي. انا نفسي ناس كتير قوي على الفيسبوك وتويتر وعلى اليوتيوب وعلى كل يعني اكتبها حتى عندك في بيتك، نفسي الناس كلها تكتب اتغير حالي. خلاص انا النهارده يا رب خلاص اتغير حالي، اتغير حالي وبدأت خلاص انسان تاني، بدأت انسان جديد معاك يا رب. واسمحوا لي انا هختم كلماتي كده بلحظه رجوع بقى لربنا سبحانه وتعالى. لحظة رجوع ضمت قلوب، محلى الصباح بعد الغروب، كل الظنون صبحت سراب إلا ظني فيك يا رب. محلى الرجوع بعد الغياب من المعاصي والذنوب،
راح العذاب من غير عتاب مع أول لقاء بيني والرسول، ورجعنا تاني لربنا بنحمده ونشكره، رجعنا حياتنا من جديد بصلاتنا. لما الإله شاف دمعتي مهن عليه يكسر توبتي، خدني الحنين وجريت عليه بعد الغياب طول السنين. شفت النبي واقف بعيد قلت يا رب ده محمد أكيد، لمسة ايديه بعد الغياب نظرة عينيه من شوق ليه، كان نفسي اشوفك من زمان. راح العذاب من غير عتاب ورجعنا تاني لربنا، خلاص يا رب انا تبت بجد مش هرجع تاني لمعصية. لحظة رجوع.